بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة الجزائرية. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بوصفة جديدة. جبت لكم لي بتي فور المقاهي غير بالزيت، بلا ما نستعملوا الزبدة ولا لا مارغرين، يجيو خفاف يذوبوا في الفم. صدقوني هذه الوصفة ناجحة مليون في المية. طبعا تعتبر مشروع ناجح جدا ومربح خاصة للماكثات في البيوت. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. تشوفوا الفيديو النهاية، دعموا الفيديو بجامل البنات هكذا باش يطلع ويشوفوه اكبر عدد من الاخوات. بلا ما نطول عليكم، على بركة الله نروحوا باش نوجدوا الوصفة تاعنا. هنايا بسم الله في الريسيبيون راح نحط 3 حبات تاع البيض يكونوا بحرارة الغرفة. عندي هنايا كاس ناقص اصبع تاع السكر الناعم مع ملعقة كبيرة تاع سكر الحبيبات. يعني ما استعملتش السكر الناعم وحده البنات، كيما ما استعملتش السكر الحبيبات وحده. هنا عندي ملعقة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع الملح، ونخلطوا الكل جيدا بالباتور. هنا هذه الوصفة باش تنجح معاكم البنات ضروري تستعملوا الباتور ولا العجان. هنا بالنسبة للمقادير تاع هذه الوصفة البنات، يعني بالتدقيق ولا بالجرامات راح نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا راح نخلطوا جيدا هاد المكونات، يعني واحد ل5 دقائق وحنا نخلطوا هذاك البيض مع السكر. ضروري هاد العمليه ولا هاد المرحله يا البنات ما تقولوش بلي السكر ناعم راه بالخف يذوب، لا لا، لازم تطلعوه مليح مليح باش تنجح معكم هاد الوصفه. هنايا بعد ما خلطت مليح كما قلت لكم من 5 دقائق حتى 7 دقائق هكذاك تاع خلط، ضفت هنا كاس تاع الزيت على دفعات، يعني غير بشويه وحنا نخلطو. هنا الاخوات اللي يعني دائما تفشل معاهم هذه الوصفه، قلت لكم من الاحسن استعملوا الميزان. راح نخلي لكم مقادير مضبوطه يعني في صندوق الوصف هكذا. صدقوني اي وحده تجرب هذه الوصفه راح تنجح معاها. هنا كما شفتوا بعد ما درت الكاس الاول تاع الزيت راح ندير ولا نضيف ربع الكاس الثاني ونخلطوه نفس الشيء غير بشويه كشغلانه نخدموا لا مايونيز يا البنات. وهنايا ملاحظة مهمة، بعد ما تكملوا كمية الزيت اللي عندكم اللي هي كاس وربع، تبقاو تخلطوا هكذا واحد الدقيقة وانتم تخلطوا هاد العملية باش من بعد كي نشكلوا لي بتي فور تاعنا ما يخرج لناش الزيت يعني وحنا نفاصونيوهم. هنا راح نضيف كاس تاع نشا ولا لا مايزينا. لازم هنايا نغربلوا نشا تاعنا. الكاس تاع النشا ما يكونش يعني مملوء جيدا، ونخلطو. هنا نبقاو نخلطو بالباتور البنات، ولا قلت لكم اللي الناس اللي عندهم العجان ولا البيترا استعملوا البيترا. بعد ما نتاكدوا باللي النشا تخلطت جيدا هنا نحبسوا من الباتور ونستعملوا يعني غير يدينا ولا الملعقه. هنا راح نضيف الفرينه. درت في البدايه راح ندير 2 كيسان هكذايا. نغربلو تاني الفرينه تاعنا، يعني النواشف ضروري تغربلوهم يا البنات. هنا الكاس الثالث. هنايا بعد ما نضيفوا 3 كؤوس هذوما عندي ربع كاس واحد اخر راح نخليه يعني نشوف نخلط هذوما قبل باش نضيف ربع كاس الاخر. كما شفتوا درت ملعقه صغيره هذيك تاع الشاي خميره الحلويات. هنا خميره الحلويات البنات ما تكتروش منها، ولا كترتو راح يفسد معكم ولا تفسد معكم الوصفه. انا كما قلت لكم نخلطوا هاد المكونات كامل ونشوفوا هنايا القوام تاع العجينه تاعنا. يعني هي الا استعملتوا الفرينه الخاصه بالحلويات راح تدي لكم بالضبط 3 كيسان وربع تاع الفرينه. يعني اي نوعيه كاينه، المهم تكون خاصه بالحلويات. كما شفتوا انا القوام تاع العجين يعني خفيف بزاف ولا طري بزاف. ضفت كما قلت لكم كامل المجموع تاع الفرينه، يعني ربع كاس الرابع ضفته، ونزيد نخلطه ولا ندخله في هاد العجينه. هنايا كي نخلطوا هاد المكونات نتحصلوا على عجينه تكون طريه يا البنات. كي تمسوها يعني بيديكم، اليد تاعكم تكون نظيفه طبعا، كي تمسوها هكذايا تلقاوها طريه ما تتلاصقش في اليد. هنا هذا هو القوام الصحيح تاع عجينه لي بتي فور. هنا مباشره راح نشكلوهم. طبعا حطيت العجينه كميه من العجينه في هاد لابوش، واستعملت هذيك لادوي اللي وريتها لكم البنات، ونبدا نفاصوني في لي بتي فور تاعي كما راكم تشوفوا.
هنايا طبعا حبوا تشكلوهم على شكل كوكياجات كما درت انايا، ولا ديروهم هكذايا بالطول، ولا وريدات كيما حبيتوا شكلوا لي بتي فور تاعكم. يعني شاركت معكم شحال من وصفه تاع لي بتي فور وكانوا كامل ناجحين والحمد لله بشهاده الاخوات. شاركت معكم لي بتي فور بدون بيض، لي بتي فور تاع الشوكولا، لي بتي فور تاع الزبده، ولي بتي فور تاع الزيت، مي وصفه مختلفه على هذه. يعني كانوا كامل كما قلت لكم ناجحين، وهاد الوصفه تانيت من بين الوصفات الناجحه تاع لي بتي فور. انا كما شفتوا يعني نبقى هكذايا نخرج ولا نفاصوني في لي بتي فور تاعي. درت انايا حبات درتهم هكذايا كشغل كوكياجات، وحبات درتهم يعني بالطول يعني على شكل الاصابع. هنايا ملاحظه البنات بالنسبه للعجينه اللي تبقى لكم يعني في الصحن هذاك اللي خلطوا فيه، لازم وضروري تغطيوها، لانه هاد العجينه فيها الزيت وفيها نشا، يعني باش ما يقيسهاش الهواء وتروح معاكم الوصفه. يعني ماشي حبات يجيوكم ملاح والحبات الاخرين هذوك يجيوكم يعني مكدسين ولا ما يجيوكمش ملاح. هنايا بعد ما شكلت هاد البلاطو راح نسقم هاد الحبات كما راكم تشوفوا، يعني غير بيديا، هنا ماش مخيديه ما والو، يعني راح تحكمي العجينه بكل سهوله كما قلت لكم بلا ما تلصق في اليدين. وهنايا بالنسبه للطياب تاع هاد لي بتي فور، وهي مرحله مهمه بزاف انكم يعني كي تبداو تشكلوا ولا تفاصونيو هاد لي بتي فور، تشعلوا الفرن تاعكم على 170 درجه مئويه، تحطوا سنيوه في الرف الوسطاني. الناس اللي عندهم الفرن يعني بالمروحه شعلوا المروحه البنات، وإلا ما عندكمش الفرن اللي بالمروحه شعلوا الفرن تاعكم من الاسفل، قلت لكم على 170 درجه مئويه. كي تشوفهم حماروا من تحت شعلوا عليهم من الاعلى يعني وحمروهم كما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا بعد ما طابوا وتحمروا جاو صدقوني بزاف بزاف خفاف وبزاف بنان. هنا بالنسبه للكميه الثانيه ولا السنيوه الثانيه انا شكلتها كما قلت لكم هكذا على شكل هكذا اصابع. طبعا بنفس الطريقه نطيبوا لي بتي فور تاعنا كامل، وباش نروحوا نزينوهم بالطريقه يعني المألوفه. صدقوني هاد الوصفه يا البنات بزاف سهله في التحضير وبزاف ناجحه، يعني كيما باقي الوصفات اللي سبقت وشاركتهم معاكم. شوفوا هنايا السنيوه الثانيه كيفاش جاو تانيت، يعني ما يتبدلش الشكل تاعهم، يبقاو هكذاك على حالتهم. شوفوا يعني الاحمرار هنا، طبعا الاحمرار كل سيده كيفاش تحب تحمر لي بتي فور تاعها، مي يعني المعروف على لي بتي فور يجيو هكا محمرين بزياده. شوفوا البنات كيفاش يجيو صدقوني بزاف بزاف هايلين وبزاف خفاف. اكيد هنايا بعد ما نكمل نطيبهم كامل نروح نلصقهم بالمعجون ولا بالمربى، ونزيد نزينهم بشويه تاع الشوكولا. بالنسبه لي انا استعملت مربى المشماش، اكيد الا استعملتوهم مشروع عليكم البنات ديروا لاجولي ولا تلصقوهم بلاجولي، يعني هكذا لي بتي فور تاع المقاهي ولا المحلات يلصقوهم بلاجولي. ومن بعد كيما شفتوا ندير لهم تاني الشوكولا اللي كنت ذوبتها على حمام مائي ولا في الميكرووند، ونزين لي بتي فور تاعي كيما راكم تلاحظوا. انا حبيت تاني نذكر لكم واحد الملاحظه البنات، كل ما نجي نخدم معكم وصفه لي بتي فور نقول نذكر لكم هذه الملاحظه وننساها. شوفوا كاين فرق ما بين كنقولوا مشروع المقاهي ومشروع المحلات. البنات الحلويات اللي نخدموهم للمقاهي تقريبا يجيو كامل بالزيت، والحلويات ولا المشاريع اللي نخدموهم للمحلات نخدموهم بلا مارغرين ولا خليط ما بين المارغرين والزيت. يعني هادو لازم ولا هاد الملاحظه لازم تاخذوها بعين الاعتبار، لانه بزاف اخوات يعني يغلطوا ولا ما يديروش فرق ما بين كنقولوا مشروع المقاهي ومشروع المحلات. اذا كما راكم تشوفون نكمل بنفس الطريقه نزين كامل هاد الحبيبات، وشوفوا الشكل النهائي تاع لي بتي فور تاعي. صدقوني يا البنات وصفه ناجحه كما قلت لكم كباقي الوصفات اللي جربتهم معاكم، يعني يجيو خفاف بالبزاف، يعني خفاف ريشه ومقرمشي من برا وطريين من داخل. اكيد دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوها. شوفوا يا البنات، وكما قلت لكم كاين حبات اللي ما لصقتهمش يعني زوج زوج. طبعا هنا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش تجي من داخل. صدقوني يجيو خفاف ما يجيوش مكدسين ولا يجيو بزاف بزاف هايلين يا البنات. شوفوا كيفاش الحبه تتقسم وحدها، وشوفوا من داخل كيفاش يجوا.
يعني وصفة كما قلت لكم كباقي الوصفات اللي جربتهم معكم، يعني ديروها البنات وعينيكم مغمضين، بزاف بزاف بنان وبزاف هايلين. شوفوا كيفاش يتفتوا وحدهم، ولا اروع هاد الوصفه. كانت هذه الفيديو تاعي البنات، نتمنى ان شاء الله نكون فتكم بهاد الوصفه، تعجبكم جربوها نتوما تانيت. وانا ما بقى لي الا نقول لكم الى وصفه واحده اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.